تأسس من قبل عبد الله بن عون باشا عام 1323 هجريا وانتهى من عام 1325 هجريا. طبعا تم استقبال الزوار وافتتاحه عام 1415 هجريا. وكان قصر شبرة كان الملك عبد العزيز رحمه الله وأيضا الملك فيصل بن عبد العزيز يزورونه في الصيف في الطائف. ثانيا برج قصر شبرة. وعندك الصورة؟ هنا قصر شبرة. طبعا هنا مجزئها معلومات. هذه هنا قصر شبرة. لا لا هذا الجنب. ثانيا مسجد عبد الله بن عباس. طبعا اشهر المساجد في منطقة الطائف. طبعا سمي بسبب مقبرة بجانبه التي تقبر فيها الصحابي الجليل عبد الله بن عباس. تم إنشاء عام 1592 هجرية. ثالثا برج الطائف، برج قلب الطائف. طبعا أنشئ على جزئين، جزء سكني وأيضا جزء تجاري، وله ارتفاع على 30 دور. طبعا يوجد فيه داري سكني وترفيهي أيضا وتجاري. طبعا هو يعني أفضل مشروع أقيم في منطقة الطائف. رابعا طبعا التلفريك. التلفريك طبعا يمتد من قمة الهدى إلى أسفل كرة. طبعا تقريبا 4200 متر مكعب. طبعا خلال الرحلة سوف تمر بمحاذاة جسر المشاة القديم. طبعا في يوم تشوف الرحلة طبعا لا رحلة شيقة ومثيرة لارتباط الماضي بالحاضر. السلام عليكم.